بنظبط الصحة النفسية زي ما احنا قلنا. بننام كويس، بنبقى ريلاكس دايما، ندور على اي حاجة بنحبها نعملها. لو بحب القراية اقعد اقرا مثلا بالليل شوية من غير الموبايل يعني من غير الشاشات الزرقاء دي. اقعد اقرا بالليل شوية، اتمشى، احب اتمشى في الهواء الطلق، اتمشى في الهواء الطلق. احب اسمع موسيقى، احب اي حاجة بحبها الاقي لها وقت لنفسي، ان انا ريلاكس او استمتع بحاجة بحبها. بحب ارسم، بحب الون، بحب اي نوع من انواع الاكتيفيتي اللي انا بلاقي نفسي فيها اعملها. ما اسيبش نفسي ابدا للضغط النفسي. طبعا الضغط النفسي موجود وورانا هنروح منه فين يعني، سواء شغل ولا في البيت ولا الولاد ولا اي حاجه يعني. بس نحاول ندرب نفسنا على ان احنا نعمل حاجات تخلينا ريلاكس. آه، لما تلخبطي، حتى لو ماشيه على دايت وماشيه تمام التمام ولخبطتي في يوم من الايام، او في وجبه، او في خروجه او بتاع، ما خلاص بقى يعني، ما تقعديش بقى تجلدي نفسك ان انت لا، انا فاشله، انا مش نافعه، انا ما فيش فايده فيا. خلاص بقى ضربوا الاعور على عينه، مش عايزين نوصل للحته بتاعت ضربوا الاعور على عينه دي. خلاص اليوم كله باظ، طب انا هبتدي بقى من بكره، وبكره ده ما بيجيش ابدا. فدي حته مهمه جدا لانك يعني عارفاها كويس يعني. لا عديها وكملي اليوم عادي خالص يعني، خلاص كلت واستمتعت بالحاجة والأكلة كانت حلوة، أو الحاجة الحلوة كانت طعمها جميل أو كده، فخلاص.